السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جيت لكم فيديو جديد باذن الله يعجبكم. ووحشتوني من اخر فيديو كنا فيه مع بعض. عايزه اقول لكم فيديو النهارده حلو قوي قوي، كله افكار كتير جدا للمراه العامله بقى وست البيت والناس اللي بتحب تريح دماغها وتوفر على نفسها وقت ومجهود، وتوفر على نفسها حاجات كتير قوي في وقفه المطبخ. تفريزات شتاء 2025 ان شاء الله، غير بقى يعني باذن الله تعجبكم ان شاء الله. عندي هنا اول حاجه بدأت بالكينج بتاع المطبخ، الطماطم كلنا بصوا افتقدناها جدا لما كانت غاليه. ابتدت ترخص اليومين دول، فعملت ايه؟ كل مدى بروح جايبه مثلا 3-4 كيلو واروح مقطعاهم زي ما شفتوا كده، واحط عليهم كوبايه ميه لحد ما ينزلوا كده لتحت خالص في الحله، وهنشوف كده مع بعض واحنا في الفيديو بعمل فيها ايه. بعد كده جبت بقى كل الخضار اللي عندي اللي في السوق، مش كله بس جبت الحاجات اللي احنا بناكلها بس. وبدأت كده بالبطاطس، علشان البطاطس كده برضو من الحاجات الأساسية في البيت. آه هنفرزها مع بعض، والناس اللي مش بتحب تفرزها، انا كمان مش بحب افرزها قوي، بس قلت ايه ما اعمل كام طبق من ضمن التفريزات كده بما اني بعمل فيديو تفريزات. فجبتها كده وقشرتها زي ما انتوا شايفين، والمهم ان هي تكون بطاطس تحمير. ما تحاولوش ان انتوا تجيبوا بطاطس اي حاجة وخلاص عشان مش هتنجح معاكم، لازم تكون بطاطس تحمير وتكوني مجرباها، يعني تجيبي منها مثلا كيلو او كمية صغيرة وتجربيها، وبعد كده لو هتجيبي كمية كبيرة للتفريز تبقي عارفة ان هي تحمير. بجيب كده البطاطس وبقشرها وبقطعها كده صوابع زي ما انتوا شايفين، ودي الأنسة تالية مشاركانا في كل فيديو. بقطع كده زي ما انتوا شايفين بطاطس صوابع، وهفرزها بالطريقة اللي هي التقليدية المضمونة، اللي هي هنزلها في زيت ساخن واطلعها تكون يعني نص مقلية. وبعد كده هنشوف مع بعض كده احنا بنعمل ايه. قطعتها كده زي ما انتوا شايفين، وهبتدي بقى ان انا اغسلها الاول غسلة محترمة. وانا قطعتها حاولت كده بقدر الامكان ان انا احافظ ان كل التقطيعة تكون واحدة والمقاسات بتاعتها قد بعضها. نزلت كده في بولة اكبر علشان عايزة المية تغمرها واغسلها كويس جدا، علشان اي طينة فيها ولا اي حاجة ما تطلعش معايا في البطاطس. بنزل كده بالمية كده وبغمرها زي ما انتوا شايفين. وبكون عندي جايبة عندي مثلا صينية كبيرة او ووك او طاسة كبيرة مثلا تكوني بتقلي فيها او حاجة، علشان تسهل عليكي الكمية، ما تقعديش تقلي طاسة صغيرة، لا تسهل عليكي وتقلي مثلا البطاطس دي على 3 مرات ولا حاجة. طيب افرز قد ايه؟ فرزي اللي يعجبك انتي، كل بيت واحتياجاته، محدش يعني ايه، مفيش بيت بيستعمل زي بيت. بصوا غمرتها كده بالمية. في ناس بقى بتحب تحط شوية خل شوية ملح شوية معرفش ايه، انا ما بحطش الكلام ده خالص. انا هنزلها في زيت ساخن واطلعها نص مقلية، هتبقى معايا جاهزة. بفرطها كده على صاج او شبكة او حاجة كده تنزل اي زيوت فيها، او ما بحطهاش على بعضها علشان ما تتراش. وبعد كده هنعبيها مع بعض كده في اخر الفيديو. زي ما انتوا شايفين البطاطس والطماطم من الحاجات اللي تفريزها معروف جدا وما بتاخدش خطوات كتير يعني. عندي بقى الفلفل الالوان ده برضو من الحاجات، سبحان الله كل حاجة وليها اهميتها، مفيش حاجة بتحل مكان حاجة. فلفل الالوان برضو جميل قوي، وجايباه صابح كده وناشف. هجيبه كده وابتدي ان انا افتحه كده نصين، ولازم تفتحي الفلفل نصين علشان لو في اي حاجة من جوه يعني تبان وكده. وبطلع كده القلب بتاعه البذر والحاجات ديت، طلع الحاجات البيضة دي انا مش بحبها الصراحة. هشيل كده الراس وهشيل كده الحاجات دي كلها، وبعد كده هبتدي ان انا اغسله كله مرة واحدة. عملت الكمية كلها وقلت يلا بالمرة، وانا حاطة شنطة تنظيف الخضار ديت هطلع الجزر وانضفه برضو بالمرة معايا. عندي كنت جايبة ليمون برضو، هركن كده الليمون على جنب. وعندي كمان كنت عندي بسلة، مسكتها كده ايه، قطعتها كلها وفصصتها كده. بنتي الصراحة اللي ساعدتني فيها.
وبنتي التانية بتساعدني في الفيديو وبتطلع في الفيديو. زي ما انتوا شايفين بعتذر طبعا على صوتي عشان عندي برد، وكنت بفكر كتير ما اسجلش الفيديو، بس الصراحة عايزة انزله لكم، فقلت لا انا هسجل بقى وخلاص. بقشر كده الجزر زي ما انتوا شايفين بالقشرة بتاعة البطاطس ديت، بتسهل قوي لان الجزر من الحاجات الناشفة قوي، لو قشرتيها بالسكينة تحسي ان انتي بتبقي خايفة لا تتعوري السكينة تفلت الكلام ده. قشرت كده كمية محترمة، وطبعا الجزر ده مش كله هحطه للبسلة، انا هحط جزء منه للبسلة وجزء التاني هفرزه لوحده. ليه بقى؟ لان الجزر برضو من الحاجات المهمة قوي في الشتاء بالذات، علشان العدس، وعلشان لو تعملي صينية سمك هتحطي جزر مبشور على السلطة، هتحطي في الشوربة، هتحطي في حاجات كتير قوي الجزر داخل. فانا بعمل كده، هعمل الاول كمية للبسلة، وبعد كده هو ده تقريبا 2 كيلو جزر او كيلو ونص مش فاكرة. بس هعمل الكمية ديت مش كلها للبسلة. زي ما انتوا شايفين كده التقطيعة اللي تعجبك او الطريقة في التقطيع اللي تعجبك اتبعيها. انا قطعت شوية على ايدي شوية على البلانشة لان الجزر برضو ناشف بيحتاج سكينة حامية، فانتي وانتي شغالة خلي بالك جدا، عشان انا كذا مرة كانت ايدي هتفلت وكنت هتعور. زي ما انتوا شايفين بحاول اقطع تقطيعة الجزر اللي هو مع البسلة، بحاول اقطعه تقطيعة كده تكون ايه، مش كبيرة قوي وحلوة. قطعت بقى كمية الجزر اللي انا محتاجاها للبسلة. بعد كده بحتاج قوي الجزر المبشور، بحتاجه في السلطة، وبحتاجه في تزيين الاكل، بحب احطه على السمك الصينية، بحب احطه على الرز اللي هو ببصل، الرز الصيدية بيبقى حلو قوي برضو، بحتاجه الصراحة في حاجات كتير. فالمبشرة الكبيرة عندي كانت مش قدامي، كنت شايلاها في ظرف عالية فكسلت اجيبها، فجبت المبشرة الصغيرة دي، والصراحة كانت حلوة قوي وبشرت لي الجزر ناعم احلى من المبشرة الكبيرة. عندي كمان في الكيتشن ماشين في بشر وكده، بس برضو قلت انا مش هنزل الكيتشن ماشين ووسخ الذرة او الكلام ده علشان جزرتين يعني. هنا بقى كنت محتاجة جزر حلقات، والحلقات دي بتمشي معاكي في اي حاجة، بتمشي برضو في ارضية صينية السمك، بتمشي في ارضية ورق العنب، ارضية المحشي، بتمشي في ارضية بتمشي في الشوربة. انا بقول لكم استخدامات كل حاجة وانا شغالة معاكم، علشان الناس اللي لسه جديدة في المطبخ، العرايس الماميز الجديدة تبقى عارفة استخدامات الحاجات دي. طب انا هفرز الخضار ده كله وهقف الوقفة دي كلها في المطبخ ليه؟ علشان تسهلي على نفسك، تيجي تطبخي تطلعي كيس الحاجة جاهز على طول. عملت بقى 3 انواع من الجزر مبشور ومكعبات للبسلة، وكمان عملت حلقات كده للشوربة والصواني. بعد كده عندي الفلفل الالوان، هجيب كده كل نوع وهقطعه، مش هقطع عشوائي. ليه؟ عشان انا عايزة ارصه رصة حلوة كده في علبة التخزين او في الكيس، مش هقطع عشوائي، هقطع كده. بصوا انا بشيل البتاعة البيضة دي مش بحبها خالص. بقطع كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده أه هشيل كده البتاع البيضة اللي هي بتبقى في قلب الفلفل دي مش بحبها، فهشيلها وهبتدي بقى ان انا انا قطعت كل لون لوحده، بدأت بالاحمر وخلصته كده، وهنزل بيه في بولة مثلا او صينية او اي حاجة، وبعد كده هقطع اللون اللي بعده. ليه بعمل كده؟ علشان احط كل لون لوحده بيبقى شكلهم حلو في العلبة او في الكيس، وفي نفس الوقت لو انت حابة الفلفل الاحمر بس، حابة الاخضر بس، حابة الاصفر او الاورنج لوحده بس، فالتقطيعة دي هتبقى حلوة جدا ومناسبة لكل الاذواق، يعني لكل الناس اللي بتحب حاجة وما بتحبش حاجة، التقطيعة دي هتبقى مناسبة جدا. زي ما انتوا شايفين بقى كده بقطع الاصفر، والتقطيع على البلانشة بالنسبة للفلفل اسهل بكتير قوي لما تقطعها على ايديكي. ليه؟ علشان بتقطعي بسرعة كده، بتكون بسكينة حامية وبتقطعي بسرعة. قطعت تاني لون وهبتدي ان انا انزل بيه كده، والصراحة ما كنتش جايبة فلفل اخضر كتير، كان عندي كام واحدة في التلاجة، لاني كنت مش مجمعة ان انا هعمل مع فلفل اخضر، بس كان عندي كام واحدة في التلاجة، فقلت هطلعهم اعملهم.
هنا بقى قبل ما اعمل الفلفل الاخضر كنت حابة اعمل فلفل الوان مكعبات، علشان الحشوات بقى، علشان السلطة، علشان حاجات كتير بقى. الفلفل المكعبات على الكبدة، ساعات بحط برضو لو هعمل اكل الولاد بطلع منه كده متقطع مكعبات، سهل جدا بيبقى حلو قوي. بقطع بقى مكعبات من كل الالوان كده على بعضها زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. وعايزة اقول لكم والله يا جماعة الحاجات دي مش قادرة اقول لكم بتسهل قد ايه، بتخلي الواحد يعني. انا من ساعة ما الطماطم غليت وكان عندي كمية حلوة استعملتها، من ساعة بقى ما غليت وانا بجيب مثلا على قد استخدامي و اضرب في الخلاط، اجي اعمل بقى الاكل يا اضربي بقى في الخلاط. العيال بقى ساعات بتبقى نايمة ما بقاش عايزة اشغل الخلاط هيعمل صوت، بنتي كمان بتخاف منه قوي. انا ببقى مستصعبة فكرة ان انا اجيب الخلاط وانزله واضرب طماطم واعمله، وبتبقى طعمها مش زي ما انتي تكوني عاملاها بالطريقة اللي احنا بنعملها، اللي هو بنسبكها كده مع كوباية مية كده صحيحة وهي بتنزل كده لوحدها لتحت وبتبقى حلوة قوي. زي ما انتوا شايفين بقى ابتديت ان انا هغلف او هعبي الاكل بتاعي او التفريز بتاعي. جبت كده البسلة وحطيت كده جزء بسلة وجزء جزر، وكان بصراحة الشكل هايل قوي وشكله حلو قوي. وكمان لو انتي مثلا مش حابة فكرة العلب ممكن كمان تعملي في اكياس عادي خالص. انا كنت بعمل في اكياس بس انا قلت ايه ادلع الدنيا كده واعمل في علب. وبرضو العلب ممكن تستخدميها تاني، يعني بتطلعي مثلا علبة البسلة تستخدميها، يعني تفضي البسلة اللي فيها والعلبة بتبقى نظيفة مفيهاش اي حاجة. ممكن تغسليها كده وتحطي فيها مثلا اي حاجة تاني مثلا استخدام مرة كمان. بقى حطيت بقى هنا عبيت البسلة عملوا معايا 5 علب. ده كان تقريبا 2 كيلو بسلة ويعني ما يكملش نص كيلو جزر. بعد كده ابتديت اعبي كده الفلفل الالوان، بصوا الطريقة تحفة شكله حلو قوي، عامل زي شكل العلم كده شكله حلو قوي. بحط بقى بعمل الطريقة دي ليه منها شكلها حلو، ومنها برضو ان انا لو حابة اخد فلفل اصفر بس فلفل احمر بس اخضر بس بيبقى متاح قدامي الاختيار اللي انا عايزاه. عبيت كده كل الفلفل كده زي ما انتوا شايفين. هعبي برضو في اكياس علشان ايه يعني برضو نرضي كل الاذواق، وكمان العلب عندي ما كفتش كل الكميات اللي انا عاملاها برضو على فكرة. عبيت كده علبة من الفلفل اللي هو المربعات، برضو بيبقى حلو قوي في البيتزا، في الحاجات اللي هي الكبدة مثلا، بتشوحي مثلا فراخ اللي هي القطع. يبصوا بيتحط على اللحمة المفرومة، بيتحط في كل حاجة، بيتحط في الصواني في الحشوات، بيتحط في كل حاجة. نزلت كده بالفلفل بتاعي كله في العلبة التانية، انا عملتهم على علبتين. والفلفل ده تقدري كمان يعني تفرزيه كده، وانتي ما بتيجي تاخدي منه بتكسري كده منه حتة او تاخدي بالمعلقة. لو في كيس بقى بتقطعي حرف الكيس، لو انتي قافلة الكيس جامد بتقطعي حرف الكيس وبتاخدي منه برضو بيبقى حلو قوي. بصوا انا عبيت بقية الكمية في اكياس وبخرج منها الهواء خالص علشان تبقى محكمة الغلق كده وتبقى معايا شكلها كويس، وفي نفس الوقت ما تاخدليش مكان. عايزين بقى افكار للتفريز او افكار قصدي للتخزين، ازاي افرز كل الكميات دي وانا ما عنديش ديب فريزر. هقولك على حاجة، التنظيم مفيش احلى منه ولا اسهل منه. هتجيبي البوكسات اللي هي الصغيرة، بلاش تجيبي بوكسات تكون ليها حروف او ليها اشكال او ليها بروز او اي حاجة. حاولي بقدر الامكان حتى لو هتجيبي الحاجات اللي هي الحاجات اللي هي عاملة زي الصواني الفويل كده بس في منها بوكسات شفافة. بصوا عبيت الحلقات وهعبي كمان الجزر المبشور. هتجيبي الحاجات ديت وهتبتدي مثلا فرستي جزر هترصي تحطي علبة جزر وتكتبي عليها. الناس اصحاب الاماكن الضيقة لازم يكتبوا على كل حاجة في الفريزر، بحيث لما تيجي تاخدي حاجة او تدوري على حاجة تبقى الحاجات قدامك متاحة وعارفة الوانها وعارفة قصدي اسميها، والتيكت او الليبل ده بيعرفك الحاجة دي ايه. لان كتير مننا بيرمي الحاجات في الفريزر ويبقى مش عارف دي ايه وبتاعت ايه وفرستها امتى وفرستها من امتى. في ناس كمان بتحب تكتب تاريخ التفريز علشان تعرف الحاجة دي بقالها قد ايه في الفريزر. هنا بقى البطاطس كنت قليتها نص قلية
وهبتدي ان انا انزل كده في اطباق فل. حطيت كيس كده وابتدي انزل في اطباق فل. البطاطس ما تقلقوش منها خالص لان هي بتبقى فيها زيت ما بتلزقش في بعضها. لو حابة تاخدي واحدة واحدة منها بعد التفريز هتبقى متاحة جدا. حابة تحطيها كلها كده بالصينية بتاعتها بالزيت وتحطيها في الفريزر تتجمد خالص، وبعد كده تعبي كل البطاطس بتاعتك في كيس زي البطاطس اللي بنجيبها جاهزة الفارم فريتز، هتبقى برضو حلوة جدا. حابة تحطيها في علبة زي ما كنت عاملة السنة اللي فاتت برضو هتبقى حلوة قوي. ممكن ترصي زي ما قلتلك كل نوع خضار في علبة محكمة كده وترصيهم فوق بعض فوق بعض فوق بعض، هيبقى شكلهم حلو جدا. ده كان الفيديو بتاعي النهاردة. بصوا شكل الخضار حلو قوي، شكله يفتح النفس، شكل الحاجات كلها جميلة اللهم بارك. سهل وبسيط جدا وينفع كمان لكل اطياف الستات او اللي بتشتغل او اللي قاعدة في البيت او كل الناس. يعني بصوا اللي هو انا عن نفسي قاعدة في البيت وما بقدرش استغنى عن التفريزات والحاجات الحلوة ديت. ده كان فيديو النهاردة، اتمنى يكون عجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك على الفيديو واشتراك في القناة لو لسه مشتركتوش، واستنوا الجزء التاني من الفيديو. هنعمل ان شاء الله تفريزات على السخن، دي كانت تفريزات على البارد.